السلام عليكم. نحن المعتصمين أمام المجلس الوطني بدأنا الاعتصام ديالنا في 22/8 إلى حدود اليوم، ولا أحد يتكلم معنا، ولا زال المجلس الوطني يلتزم الصمت، هذا الصمت الممنهج الذي عانينا منه خلال سنوات الرصاص، وما مورس علينا من قمع ممنهج دمر حياتنا الدراسية والمهنية والأسرية. ها نحن في هذه المحطة التي لا زالت مستمرة، ومن خلالها خضنا إضرابا احتجاجيا في هذا الأسبوع حتى نحسس ولو نسبيا المجلس الوطني لحقوق الإنسان كي يبادر على الأقل، كي يعرف مطالبنا كضحايا إلى حدود الساعة. فالمجلس يمارس سياسة الصمت واللامبالاة، ولقد عبرنا على هذا من خلال الشعارات التي كنا نرفعها أمام المجلس. نقول بأنه هذا المجلس مجلس تمخزن، وعندما نقول التمخزون فإن هذا المجلس يحاول ربح الوقت، ويحاول أن يتملص من مسؤوليته بشكل في الحقيقة أبان للرأي العام الحقوقي على أنه ينظر إلينا في هذه اللحظة بنوع من الحقد وبنوع من اللامبالاة، الشيء الذي لا يزيدنا إلا عزيمة وإصرارا في الاستمرار في هذه الحركة. بطبيعة الحال فإننا لن نبقى مكتوف الأيدي، ولكننا سنعمل على تطوير هذه الحركة سواء وطنيا أو محليا، وفي فتح قنوات مع جميع الحركات الحقوقية والأحزاب السياسية والنقابية كذلك لتتحمل مسؤوليتها فيما يقع لنا مستقبلا. ونتمنى على أن هذه القوى كذلك أن لا تتعامل معنا كورقة سياسية، بل نحن ضحايا، وضحايا يطالبون بتفعيل التوصيات ديال هيئة الإنصاف والمصالحة، يطالبون المجلس الوطني بفتح آجال فيما يتعلق بالضحايا الذين يعتبرهم خارج الأجال. نطالب المجلس الوطني كذلك أن يصدر توصية تكميلية بالنسبة للضحايا الذين يتوفرون على مقرر تحكيمي. نطالبه كذلك بأن ينصت ويعجل بتسوية أوضاع ذوي الحقوق، وكذلك الضحايا الذين أدمجوا في الوظيفة العمومية. هذا بشكل عام هي مطالبنا، وهي مطالب لا يمكن للمجلس أن يضحك علينا بالإحصائيات التي يصدرها من خلال بياناته، بل هي تبين على مستوى الأفراد أن هناك مشاكل خطيرة جدا يعاني منها الضحايا. يجب أن يعيد النظر في مجموعة من الملفات، وهذا العمل بطبيعة الحال يجب أن كذلك على المنتدى الحقيقة والإنصاف أن يتحمل مسؤوليته فيه، وكذلك الحركة الحقوقية. ونوجه نداءنا إلى الحركات الاجتماعية كذلك، لأننا كما قلت سابقا لن نبقى مكتوب الأيدي، بل سنعمل كل ما في وسعنا لكي يتحول هذا الملف إلى ملف وطني. هذا هو.